واحد لا سمح الله عنده صحة، عنده علاج، عنده شغل، عنده دراسة، كل ما تحصل مشكلة لبلد عربي ثاني يوم كل سفارات العالم تحدد تنقلهم. طب لو جنسيتك أجنبية في حد حيحدد تنقلك؟ سفارتك حتبعث لك هليكوبتر تنزل على البيت. بس أنا مش عايزك تسوقي لفكرة إنه الجنسية الأجنبية أنا مش بسوق، أنا بتكلم هي الجنة وهي التي تخلصك من جحيم العالم العربي. تبغاني ما نافقك ولا تبغى النفاق؟ لا أنا عايز الحقيقة هي الجنة. طبعا أنت الحين بالوقت الحالي هيتهموك بالخيانة والعمالة وبيع القضية وبيع العروبة. من زمان مش جديد. الجنسية الأجنبية مش لأنه أنا حابة الوضع يكون كذا، لكن الواقع إحنا ليه نخدع أنفسنا؟ ليه نكذب؟ السوريين مرميين في بحار الله يموتون كل يوم بالملايين، العراقيين بالملايين، كل بلد في كل مكان الحدود مسكرة عليهم في داخل أمة العرب. هذا جنسية العربية إيش راح يسوي فيها يا حرام المسكين؟ إيش ناقش سوري موجوع ملكوم جواه في موت أولاده وعائلته وحياته وقول له خذ جنسية. إيش فادته جنسية العربية؟ ده العربي أخوه ما دخله. لكن لو كان بريطاني ما كانت سفارة بريطانيا تبعت بارجة عشان تطلعهم؟ ليه احنا ليه نكذب؟ ليه ما نقول الحقيقة؟ ليه ما انا ما اقول تعالوا خذوا جنسيات اجنبيه، كل انسان حر. انا اتكلم عن نفسي. لا مش هقول، لا، لانه هذه الدول هي التي تسببت في ويلات هذه الشعوب، يعني مش عايز اصور هذه الدول على انها طق انقاذ. يعني هي مش انقاذ، بس هذه الدول اعطيني هل في بريطانيا او في امريكا، انتبه انا ضد سياسه الحكومات تبعتهم وانا اعلنها دائما، لكن اعطيني في دستورهم في قطع يد، أعطيني في دستورهم في رجم، أعطيني في دستورهم في إعدام في الشوارع، أعطيني في دستورهم اللي قاعد يطبقه داعش ولا الحركات الإسلاموية هذه المسيئة للإسلام. في شيء في دستور قانون وأمريكا يطبقه مسلميننا عشان نقول إن هم اللي قاعد يسوون كذا؟ كيف هم يسوون كذا وهم دساتيرهم كلها احترام للإنسانية؟ مش دعوة شو يسوون من تحت. اللي في الظاهر لا ما ازاي يعني ما عندي دليل، يعني سلوكهم العدواني الهمجي انا ما عندي دليل عليه، عندي على تشريعات وقوانين ودستور. خلي حد يقنعني انه في امريكا وفي اوروبا وفي بريطانيا موجود اللي يسويه داعش في السوريين وفي الازيديين، وموجود اللي يسوونه في العراقيين، وموجود كل هذا، فلهذا هم يطبقون قوانينهم علينا. ليه نرمي عليهم مشاكلنا؟ ليه احنا من 1400 سنة احنا ندبح بعض عشان واحد يصلي كذا وواحد يصلي كذا؟ ايش دخل؟ امريكا ما كانت من 1400 سنة، امريكا لم تكن من 300 سنة. احنا في حروب وفي في 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 دماء من 1400 سنة، نجي الحين نحط امريكا وبريطانيا. فين كانت امريكا وبريطانيا لما كانت الحروب ما بعد الخلفاء؟ دم احفاد رسول على خلفاء على اصحاب رسول، فين كانت امريكا وبريطانيا؟ لازم نلبسهم يعني؟ مش خايف ان الاجيال الجديده ده عندهم حق انهم لازم يهدروا دمك كمان، المعتدلين والمتطرفين. مش شايفه